السلام عليكم خواتاتي الغاليات، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين وليداتكم وعائلاتكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو كما العاده وانتم كتمتعوا بكامل الصحه والعافيه. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، لا يخطيكم عليا. مرحبا بكم في فيديو جديد. وقولوا لي كي درتوا مع البرد. واحد الاخت قالت لي راه ماشي غير واحد الاخت، بزاف الاخوات في الفيديو اللي فات قالوا لي ما عندناش البرد. حنا اختي الرشيديه جامده وعندنا واحد البرد لا قوه الا بالله، خصوصا الناس اللي كيخرجوا في الصباح اولا كيمشيو للخدمه ولا القريه كاين البرد بزاف. والله يرحمنا هذا الوقت ديالو. نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد غادي يكون مهم بزاف وغادي يعجبكم اكيد. نتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا في هذه الفيديوهات هادو وتشجعوني باش نرجع لكم عاوتاني الفيديوهات ونبقى نحط لكم يوميا او على الاقل نهاريا نهار لا. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو زوين بزاف عامر بالحيل، التدابير، التصبيرات. اختي هذوك الاشياء اللي كنعشقوا نصبروها الناس اللي ما كيبغيوش المجمد اولا ما عندهمش مجمد اللي هو كبير وبغاو يديروا الطريقه ديال التصبير. غادي نشارك معكم مقبلات ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تلقاوها النهار اللي كتكونوا محتاجينها، ما فيكم ما يطيب اولا يعني جاكم شي حاجه كاع على غفله بغينا نستعملوها كنلقاوها واجده صافي وما كنبقاوش كنبقاو حاصلين اولا كنفكروا شنو غادي نديروا. تحضيرات اوليه كتكون زوينه بزاف. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نطلبكم واحد الطلبه البنات، ما تنساوش واحد اللايك. نتوما كتفرجوا ديروا لي واحد اللايك لانه هو اللي يساهم باش الفيديو تقترح على واحد الناس اخرين ما مشتركينش وما عارفينش القناه. الا كثرتوا من اللايكات كيتقترح عليهم وكيدخلوا حتى هما كينضموا للقناه ديالنا. وهنايا هذوك القطاني اللي خديت من السلعه. بالنسبه للاخوات اللي كيشوفوا هذه الطريقه هذه، الا رديتوا البال البنات راه كل سيمانه الاولى في الشهر كنشارك معكم هذه الطريقه. انا هذه الطريقه كنديرها القطاني، كنرطبهم في الماء، كنبقى كنغسلهم ونعاود حتى كنحيد منهم داك الماء ديالهم الاول اللي كيسبب انتفاخات ولا. المهم هذه هي طريقتي ودائما كنشاركها معكم في كل راس الشهر. هذاك الحمص اللي كنجيب في الشهر وهذا اللوبيا والعدس نفس الطريقه كنديرها لهم. اولا العدس انا بعدا كيجيني زوين كنديروا الحريره ولا نطيبوها العدس هكا الغدا ولا ما كيتحلش ما كيوليش بحال شكل البصاره وكيكون عندي واجد نقي مغسول. والحمص حتى هو كنرطبو كنخليه بهذه الطريقه، نقطروه من الماء مزيان وكنديروه في بلاستيكه من بعد ما كيقطر كما قلت لكم الماء. بالنسبه للبنات هاد التحضيرات راه ماشي عندهم مناسبه خاصه ولا مثلا تحضيرات رمضان في وقته ولا. انا هادو راه كنديرهم دائما، نعتمد على هاد التحضيرات الاوليه دائما. ملي كنتقدى السلعه ديالي من الهري كندير هاد الطريقه هذه. كنرطب القطنيه، كنصاوب اي حاجه خصها تصاوب ليا على مده تقريبا 15 يوم اولا شهر كنصاوبها. كما كتعرفوا كتكون عندي الخدمه شويه كثيره، كتكون الخدمه ديال الحلويات لي كوموند. يعني ممكن نكون هكا نبغي ندير كل حاجه كل نهار بنهارو كما بزاف الاخوات كيقولوا، ولكن تقدر تجيني واحد الخدمه اللي نغطس فيها واحد السيمانه ولا 5 ايام اولا 3 ايام تكون ديال مناسبات عرس ولا اسبوع ولا. يعني كتكون الخدمه شويه كثيره وكيكون عندي الوقت محدد. في هذيك اللحظه الا ما كنتش عندي شي تحضيرات بحال هكا راه كنبقى حاصله داكشي باش كنبقى كنوجد في القطنيه في الاول ديال الشهر كما العاده وكنشاركها معكم. المهم ها هي القطنيه بعد ما قطرتها مزيان من الماء كنجمعها بهذه الطريقه. وملي كنبغي نديرها راه كتكون مفركه ما كتجيش لاصقه هكا كلها يابسه. هنا غادي نطلع الفريغو الفوق. وهنا البنات غادي قبل ما نبدا معكم في التصبيرات لان دايره القراعي كيتعقموا في لافيسيل ولا. المهم ملي نوصلوا القريعات ونقول لكم كيفاش تعقموهم البنات اللي ما عندهمش الغساله ديال الصحون. هنا خديت اللحم ديال البكري، هو ما غسلتوش ودرت ليه الملح المنسم كيعجبني فيه داك المذاق ديال دوك الاعشاب، كيجي واحد اللذه فيه زوين. وليت كنديروا لاي لحم بغيت نكون جيلي كندير فيه شويه ديال هاد الملحه هادي وكنجمعو. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوا حتى على هاد الملح المنسم راه كيكون عندي. يعني هاد الوقيته دابا حاليا راني خدامه عليه لان تسالى داكشي اللي كنت مصوبه. هنا خدامه عليه ان شاء الله ملي يوجد راه غادي نشاركو معكم. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو المنتجات راه كتلقاو الرقم في اول تعليق. مره هكا كنحط لكم الرقم واخا زعما كنساه، ولكن الحمد لله راه الاخوات كيتواصلوا بزاف اللهم لك الحمد لي كوموند كاينين. الفيديو اللي فات بزاف الاخوات سولوني على الماكينه ديال الزيوت. كاينين الاخوات اللي قالوا لي بغينا نشريوها واش زعما غادي تنفعنا، وكاينين البنات اللي كتبوا لي هضري لنا عليها باش كنزيدوا معلومات عليها. ان شاء الله شي نهار غادي نشارك معكم كيفاش كتخدم وكيفاش غتستعملوها في اول مره باش ما يوقع لكمش مشكل بحال اللي وقع لي انا فاش يلاه خديتها. وكاينين معلومات كتار على ديك الماكينه ديال الزيوت.
انا غير ما كنشاركش معكم بحال هاد التفاصيل هادو، حيت كنقول زعما ربما هكا ما يعجبكمش هاد الفيديو ولا، ولكن حيت لقيت بزاف الاخوات قالوا لي فين غنلقاوها. انا كنت شريتها من الموقع اللي كانوا خديت من عندهم دوك الطحانات ديال داماي، من تما شريتها. وغنزيد نتفكر الثمن باش شريتها، لان شريتها هي البنات. ما عقلتش داك الثمن ديالها. المهم نهار نبغي ندير لكم فيديو راه غادي نعاود زعما نجبد داك الكتاب ديالها ولا داك هذاك ديال الكارانتي، ونعطيكم جميع المعلومات. اما طريقه الخدمه ديالها تبارك الله راه ساهله، والزيت كتطحن على يعني حراره اللي هي قليله. هذا بالنسبه غير للاخوات اللي سولوني، حيت الفيديو اللي فات كانوا فيه بزاف الاسئله على الماكينه ديال الزيوت، وكاينين اسئله على القطاره ديال الماء ورد. المهم انا داكشي اللي بغيتوه البنات راه غنشاركو معكم ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها على الراس والعين، ما عليكم الا تبقوا في القناه، واي حاجه طلبتوها مرحبا. تما البنات في هادشي اللي داز، راه الكرعين هذاك الكرعين ديال العجل غسلتهم هما بالخل، لان كتكون فيهم واحد الزفوره. شريتهم انا هكا الجزار هو كيتكلف بهم كيشوطهم ويقسمهم لينا. والدجاج البلدي مازال غادي ندير ليه داك الغسيل، عاوتاني نقيه مزيان مزيان. واحد الاخت قالت لي كيجي هاد الدجاج البلدي شار، فانا نقول لكم شنو قالت لي السيده اللي كناخذهم عندها. قالت لي شوفوا داك الضفر اللي كيكون في الرجل، راه الا شفتو راه كنت قستو بيديا تما. قالت لي اللي ما فيهاش داك الضفر راه صغيره وكطيب مزيان، واللي فيها راه كيبين بانها كبيره في العمر ديالها. والدجاج البلدي راه كياخذ الوقت في الطياب. انا راه كنديرو في الكوكوط ماشي في الطاجين. غير هو كتعرفوا بان بعدا شي حاجه واكله الذره والزرع. الحمد لله بعد ملي كنلقاو بحال هاد البدائل هادو راه مزيان. وهنا البنات غادي ناخذ الفلفله. ما شاء الله راه كانت رخيصه هاد التقضيه هادي ديال السبت، ولكن دابا فاش دخلت السيمانه راه ما شاء الله ولات بالدوبل. سولت عليها البارح نهار الاربعاء في العشيه، قال لي 10 دراهم الفلفله، وفيها ديك الصفراء وفيها هادي والطويله والدايره بحال نفس، حيت هادي راه مهبره حتى هي واخا طويله هكا. المهم انا كنت خديتها ب4 ديال الدراهم زوينه، خديت 4 كيلو وغادي نصبرها ونشارك معكم كيفاش تصاوبوا فلفله مصبره ولا اي حاجه بغيتو تصبروها. ان شاء الله غادي تنجح معكم. والاخوات اللي كتفسد ليهم هكا الحاجه اللي كيصبروا، غادي نقول لكم علاش. ان شاء الله ملي غادي نوصل هكا اي حاجه وصلتها راه غادي نشاركها معكم. عاوتاني فلفله خضراء حتى هي درت لهم شويه الخل وغسلتهم مزيان. بالنسبه لهذا هاد ليفي هذا راني ساداه بالسداده ديالو، زدت درت ليه بلاستيكه من الفوق. صافي كنغسلوه في الماء وكنشللوه تحت الروبينه ونخليه يقطر مزيان من الماء. غادي نغسل كاع الحوايج اللي بغيت نخدم بهم دابا. هذه الطريقه هذه ممكن ديروها حتى المطيشه مركز طماطم، حتى هي كتجي زوينه في التصبير. الا بغيتو تصاوبوها كتخبيوها اكثر من سنه حتى لسنتين. كاينين دابا قريعات اللي عندي من العام اللي فات ومازالين من داك الذره المعلب اللي كنت شاركت معكم من مطيشه هكا. هذا المركز الطماطم يعني باقي ما لحقت عليها، كنكتب لهم التاريخ ونخليهم عندي ديال العام اللي فات مازالين ما شاء الله. هما الا حليتوها كتبقى تشوفوها بحال اللي يلاه طيبتوها. صافي انا غسلت هاد الخضر كاع اللي بغيت نخدم بهم هكا. بالنسبه للبنان الاخوات اللي كيسولوا كيفاش، انا راه ما كنقطعوش. كنت في داك الاول كنقشرو ونكونجي ليه حتى جربت. كنجمدو غير بالقشره ديالو هكا، راه دغيا كتحيد ليه القشره وكديروه في العصير. المهم حتى هاد البنان هكا هاد الطريقه اللي كندير ليه. غادي كامله نمسحهم مزيان من الماء، حيت تبغيو تلجوا الحاجه ما خصش يكون فيها الماء نهائيا. الا فيها الماء كتولي بحال لاكلاص هكا يابسه وقاصحه، وفيها داك الثلج اللي كيجرح اللي دار بحال الدجاج. هذاك الشيء باش خصنا اي حاجه نقطروها مزيان ونمسحوها عاد نديروها في الكونجيلاتور. الاخوات اللي كيبغيو يجمدوا على حسب الظروف ديالهم واللي ما كيبغيوش راه الاختلاف لا يفسد للود قضيه. راه زوينه الحاجه طريه تجيبوها ونطحنوها في نهارها وناكلوها في نهارها، ولكن راه بعض المرات الوقت ولا شي خدمه كديروها ولا العيالات اللي خدامات على برا ولا. المهم ضروري كنعاونوا بهاد الاشياء هكا. انا هاد الطريقه ديال التجميد والطريقه ديال التصبيره كنديرها ديما. والمجمد ديما انا كندير فيه تقريبا ديال اسبوع ديال كلشي كنستعملوه. ما كنخزنش الحاجه وما كنتقد زعما قلت ما تقداش. هذه الطريقه ديال نخزن الحاجه ونعاود نتقداها ونخزنها كنديرها في السلعه كما وريتكم، باش هكا ان شاء الله نهار نوصلوا للسطوك نوريكم كيفاش غادي ديروا اكبر ستوك عندكم ديال المواد اللي ما كيخسروش، بحال الصابون ديال الماكينه، بحال جافيل، بحال الخل، بحال شامبوان، بحال الملح. هادشي كامل ان شاء الله راني خدامه عليه نهار نوصل لهذاك الكميه ديال السطوك، وغادي نقول لكم على المده بلا ما غادي تحسوا به ان شاء الله. باش هكا غير ما نخربق لكمش البنات، دابا حنا كنهضروا في التجميد وفي الخضر وفي المصبرات.
باش هكا ما نرول لكمش الافكار. نهار يوصل داك الفيديو باذن الله راه غادي نشارك معكم بحول الله وان شاء الله. الليمون حتى هو غادي نغسلو مزيان مزيان، ضروري تغسل الليمون مزيان، تحيد ليه دوك النقيطات اللي كتشكو انه بحال الدواء هكا ولا دوك المبيدات، لان غادي نستعملو حتى القشره ديالو. الفليفله ديالي راه حطيتها هنايا حتى نشفات مزيان، ممكن غير تمسحوها صافي تهزوها تخدموا بها. غادي ندخلها للفران نشويها غير واحد شويه، ما كندهن ليها لا زيت لا والو. غادي نشويها البنات غير نص شويه، ما تخليوهاش طيب حتى تهرى وتولي طالقه داك الماء وتكون طايبه 100%. تكون غير مصاده باش تحيد لنا ليها القشره. ولا درتوها فوق البوطه بقاو واقفين حداها، قلبوها على جميع الجهات، تولي كلها غير داك اللون ديال القشره ديالها تحرقات لها القشره صافي. وديروها في بلاستيكه وقشروها. انا الفران كيجيني الخدمه ديالو نقيه حيت غسلتها وصافي، ما غاديش نعاود نغسلها باش تبقى فيها ديك الريحه ديال الطياب. صافي راه تغسلات نقيه مزيان، وغادي نديرها في الفران بعد ما غادي نطيب الخبز ونبقى واقفه حداها. كما قلت لكم ما بغيتهاش تكملي داك الطياب ديالها حتى تولي عاوتاني كلها صافي داك الماء كله يخرج منها، بغيتها تبقى شاده في راسها. نفس الشيء غادي نديرو حتى لديك الفلفله الخضراء حتى هي، ونطلقهم بعد ما غادي يتشواو لينا هاد الفليفلات هادو ان شاء الله. ها هما شوفوا الطريقه كي درت ليهم غير شويه. هانتوما هادي كاع راه باين فيها الطياب، كاينين اللي ما باينش فيهم نهائيا. صافي بالنسبه للفران راه بلا ما كتحطوها في بلاستيك راه كلها كتقشر، واخا تخليوها حتى تبرد. غادي نحيد ليها هاد القشره الرقيقه هادي وهذيك النباته ديالها وديك الزريعه اللي كتكون لداخل. هذا راه ما فيهش الزريعه في هاد الفلفله هادي، فيها غير شويه، ماشي بحال ديك اللي كتكون كلها زرارع. وهذه اللي كتكون فيها الزريعه ناقصه كتكون حلوه، باش البنات اللي بغاو هكا يبقى يعرفوا شمن فلفله غادي يجمعوا. هانتوما بعد ما قشرتها كنقطعها بهذا الشكل هذا. 4 كيلو ديال الفلفله راه غتعطينا واحد القياس اللي هو كبير ديال القريعات ديال التصبير، وهذا هو الوقت ديالها وموجوده في السوق ان شاء الله. ردوا البال عاوتاني واحد النهار 100% غتلقاوها عاوتاني دايره ثمن اللي هو رخيص اولا مناسب، وشريوها وديروها على هذا الشكل هكا. راه كتبقى عندكم طول العام. واحد النهار كتبغيو طيبوا الحوت اولا كطيبوا شي مشاوي ولا شي حاجه هكا مشكله وكتبغيو هاد الشليضه هادي وما عندكمش الفلفله، كتحلوا واحد القريعه راه كتلقاوها بحال يلاه شويتوها فوق البوطه. هاد الطريقه هادي انا راه كتكون عندي دائما على طول العام. والدنجال حتى هو غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد 3 كيلو يمكن. هادي ما بقيتش عاقله كاع شحال البنات. 3 كيلو ديال الدنجال. اختاروا هذاك اللي ما فيهش الزريعه، لان كيف ما شفتوا الوقيته ديالو هادي حاولت نقشرو هنا واخا راه باقي سخون. شتي الشويه ديال الفران كيكون نقي، ما كيبقاش يجلخ لينا الخضره بحال هكا ونغسلوها بالماء. وهذيك الكحوله خصنا ضروري اما نمسحوها ولا نغسلوها. الفران لا كيتقشر كيكون نقي. هانتوما بعد ما ساليتهم غادي نقطعو حتى هو بنفس الطريقه، غير هو هاد الدنجال هذا غادي ندير ليه واحد الشرموله زوينه كيتسمى غير كتحطوه راه واجد الاكل، ما كتبقاو كتزيدوا عليه والو. انا وجدت هاد الشيء كامل البنات باش بين ما غادي تسالي هكا لا فيسيل في دوك القريعات. الاخوات اللي كيبغيو يعقموا القريعات في الطنجره خليو حتى توجدوا كل شيء. ما غاديش نعقموا القريعات ونخليهم مثلا حتى الغدا اولا يعني في الدقائق الاولى تكونوا موجدين كل شيء، تعقموا القريعات تبداو كتعمروا. ها هي لا فيسيل يعني عقماتهم وغسلاتهم. وملي ما كنديرهمش هنا راه كنديرهم في الطنجره الكبيره وكندير عليهم الماء كلهم يتغطاو ونخليهم يطيبوا ما بين ربع ساعه حتى 20 دقيقه وهما كيطبخوا. وكنحيدهم باقيين سخان كنديرهم على واحد التويب هكا على فمهم هكا بهذا الشكل اللي شفتوا. وبالنسبه للغلاقات ما بغيتش نديرهم في الغساله الصحون، لان هذا هادو راه اينوكس. هاد الغطاوات هاد الشكل هذا اللي راني جابده دابا اينوكس، ولكن كيبقى هادوك الاخرين دوك الذهبيين ودوك البيض هما بحال ديال الكونفيتير، هما ماشي اينوكس حديد، ولكن الا كتغسلوا في لافيسيل ديما 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 كيخرجوا منهم واحد النقيطات بحال ديال الصدى، حيت هما قصدير. ولافيسيل كتضيع اي حاجه ديال القصدير اولا ديال الالومنيوم. هكا جاني انا حسن درتهم في هاد الغلاقات في هاد الكوكوط هكا وطيبتهم بهاد الطريقه هادي صافي وحيدتهم. هما شوفوا راه ما مصدين ما والو، اصلا هادو راه باقيين جداد. اخوات اللي كيسولوني على القريعات هادو ديال الكبار، هادوك اللي كبار كاع في الصف الاخراني، هادوك راه اللي كيكون عندهم الغطا ديال اينوكس. وهادوك الكونفيتور خديتهم ب4 دراهم الوحده، جدادين هما الغلاقه ديالهم عند الناس اللي كيبيعوا داكشي لومبالاج، حيت كيبيعوه للتعاونيات كيديروا فيها العسل ولا ولي صوص اللي كيصاوبوا. المهم هادوك الناس اللي خدامين في التعاونيات كيستعملوا هاد القريعات.
وهنايا خديت واحد نص كيلو ديال الحار السودانيه حاره نيت مزيان، وغادي نشارك معكم. الحار المرقد كيوجد حتى هو من النهار الاول، يعني غير تصاوبوه بحال هكا تخليوه لا غد ليه كتستعملوه كيجي بحال هذاك اللي كتديو عند صحاب الزيتون. هنا خديت واحد الكميه ديال الربيع. هنا البنات راه كنخدم لهاد الجهه يعني غسلت الحار درت فيه قطر ورجعت باش نصاوب الشرموله ديال داك الدنجال. درت تما الربيع، واحد الربيطه ديال المعدنوس، وواحد تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الدروس ديال الثومه، وغادي نديرهم في واحد الكاميله. ندير واحد الكاس ديال الماء، وواحد القياس ديال الزيت، غادي نضيف هذيك القزبور والمعدنوس والثومه. هنا درت معلقه ديال الملح. انا هذا الملح اللي كنخدم بها هي الملح المنسم، حيت بزاف الاخوات غادي يشوفوها اللون ديالها ماشي صافي، يعني راه فيها اعشاب. والتحميره معلقه ديال التحميره، شويه ديال البزار الابيض، وممكن المهم التوابل كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا بالنسبه لهاد الزعلوك ما كنبغيش نكثر فيه ديك العطريه بزاف، غير شويه ديال البزار شويه والتحميره والملح ديال الملح المنسم. وغادي حطيت هذاك الدنجال، وغادي نزيد عليه شويه ديال الفلفله حمراء وفلفله خضراء هكا باش يجيني هكا كله مخلط صافي. وغادي نديرو بحال كنديرو زعلوك، ولكن ما تخليوش يطيب 100%، طيبوه غير نص طيبه حيت غادي يكمل في القريعه صافي. وجدت كاع هاد الخضر ديالي هكا، وغادي ناخذ القريعه. تحاولوا ما تقيسوش القرعه من الداخل ديالها بيدكم نهائيا باش ينجح معكم التصبير. هاد القرعه البنات هما اللي خديت ب4 ديال الدراهم، الغلاقات ديالهم جداد ما عمرهم تستعملوا. والقريعات حتى هما كيتباعوا هكا في كرتونه، سوا هادو ولا دوك الاخرين خديتهم ب4 ديال الدراهم نفس الثمن. غادي نعمر دائما الفلفله، حاولوا ما نعمروش ماشي غير الفلفله، اي حاجه بغينا نصبروها حاولوا ما تعمروهاش حتى الفم. هنا واخا بانت لكم هاد الفلفله طالعه راه غير حطيتها هكا، مازال غير نحركها شويه غتنزل بواحد السنتيم لتحت صافي. غادي ندير ليها هكا شي منسمات، لان راه ما فيها والو، ما فيها لا ملح لا حتى حاجه كيف ما شفتوا. درت ليها شويه ديال الملح ما نكثرش غير شويه. وغادي ندير واحد الورقه ديال الرند تكون مغسوله من قبل وما فيهاش الماء، تكون ناشفه، وشويه دخل التفاح تقريبا واحد المعلقه. خل التفاح زوين كيعطينا واحد المذاق، وحتى هو كيدير كماده حافظه. وطريف ديال الحامض، وغادي ندير ليها زيت الزيتون بهذا الشكل هكا صافي. ما كديروا فيها لا ماء لا حتى حاجه، كتخليوها غير هكا. دابا واخا بانت لينا طالعه حتى الفم راه غير غادي تجلس شويه كتهبط ليها الزيت كينزلوا هاد القريعات. حاولوا ما تعمروش القرعه 100% باش ما تطرطقش لينا وكيبقى ليها فين تنفخ، لان فاش كنصبروهم راه كيتنفخوا دوك الغلاقات بزاف بزاف. الفلفله الحمراء حتى هي، هادو هما القريعات الاخرين اللي خديتها البنات. وإلا بغيتو تخلطوا كاع الفلافل الحمراء والصفراء والخضراء راه ممكن، انا غير بغيت ندير كل وحده بوحدها. والبنات اللي غادي يقولوا لي علاش كنستعملوها، راه هي واخا تاكلوها غير بوحدها هكا راه كتجي زوينه. بغيتو ديروا بها ديك التكتوكه ديك الشلاضه ديال الفليفله ومطيشه والثومه والربيع ديروها. بغيتو ديروها للبيتزا، بغيتو ديروها اي صوص بغيتو فيها اللون الاحمر. المهم الاستعمالات ديالها راه كثيره، اي حاجه كتستعملوا فيها الفلفله مشويه او لا ما مشوياش كتستعملوا هذه. الاهم هنا هو التصبير، انه كيبقى عندنا مده طويله. واحد الاخت في واحد الفيديو قديم شحال هادي قالت لي راه كيخسروا لي اي حاجه صبرتها كتخسر، على حسب المكان وعلى حسب حتى الجو. التصبير ديال الصيف ماشي هو ديال البرد. ديال الصيف تقريبا على حسب المدن. حتى حنا هنا في شهر 8 كيكون الجو سخون بزاف، شهر 7 و8 تما راه ما كندير انا حتى التصبيرات، لان ممكن مع داك الصهد وداك الشيء غادي تحلوا الغلاقات. او الا كانت الغلاقه مصديه ولا ما جاتش على قياس القريعه، يعني ما كتكونش مزيره وكتنفس. وغادي نشارك معكم ملي نكون كنطيبهم كيفاش تعرفوا انها نجحت لكم عمليه التصبير من يعني من الدقيقه الاولى ولا ما نجحتش. يعني زدت فيها شويه ديال حبوب القزبور وشويه زيت الزيتون والخل التفاح حتى هو. الا شفتوا راه ما درت فيها لا عطريه لا والو. نفس الطريقه غادي نسدهم وغادي ندوز نديروا عاوتاني هذيك ديك المقبله رقم 3. هنا في الاول بغيت نشارك معكم ان ضروري تمسحوا القريعات من الجناب، حيت داك الشويه اللي كيبقى في الذره ديال القرعه كيعطينا بحال تعفن ما بين الغلاقه والقريعه. نقيوها مزيان. وهذا البلاستيك علاش درتوه؟ حيت فيه الحامض وفيه ما بغيتش انا يقيس ليا الغلاقه ويمشي ياثر لي فيها يدير لي فيها انقطاع الصدوله. انا هذه هي طريقتي باش كنحافظ على الغلاقات كيبقاو عندي مده طويله، ما كيكون فيهم لا صدى لا انقطاع لا والو. حيت راه كاينين القريعات اللي عندي تقريبا شي 3 سنين هادي ومازال كنستعملهم لحد الان. هذوك القريعات اللي كنت كناخذ غير عند صحاب 5 دراهم
وشفتوهم عندي ومازال غنستعملهم في هذا الفيديو هذا، مازالين لحد الان كيخواو، وكنغسلهم ونجمعهم. غير تنشفوا الحاجه مزيان راه كتبقى عندكم اطول مده ممكنه. هنا كنحيد هذيك الباقي ديال داك السلوفان باش ما يجبد لياش الماء هكا الغلاقه ملي نكون كنطيبهم. وصافي هنا بالنسبه لهذه غادي نديرهم في قريعات اللي هما كبار. هذه البنات فيها الغلاقه ديال اينوكس، وهذوك الجوج فيهم غلاقات ديال الحديد العاديين بحال هادو اللي دوزت. غادي ندير في هذه القريعه كبيره. صافي هادشي البنات، وقت ما حليتو قريعه راه كتلقاوها بحال يلاه مطيبينها. تصبير صحي وكيعاوننا في بزاف د الحاجات. كيبقى التجميد اولا المجمد الناس اللي مقتنعين به راه كيديروه، اللي ما بغاوش راه ما كيستعملوا حاجه طريه وكتكون من الاحسن. ولكن كما قلت لكم انا قبيله غادي ان شاء الله نحاول نجيب علب ديال الزاج، دوك بواطات ديال الزاج، نحيد البلاستيك من المجمد. هذا هو الفكره اللي بغيت نخدم عليها ان شاء الله في القريب. صافي هما القريعات ديال هذاك الزعلوك، وندير ليه حتى هو شويه ديال زيت الزيتون. ما بغيتش نزيد ليه الحامض ولا شي حاجه اخرى لانه هو صافي فيها توابل، فيها واجده، يعني غير تحيدوها من القرعه تاكلوها. وغادي نسدهم. ها هما هاد القريعات البنات راه عندي تقريبا شي 3 سنين هادي ومازالين هما كلهم، ما عدا هذيك ديال الانوكس. هذوك اللي كيكونوا عندي دوك 3 اللي كيجيو متابعين هكا من الكبيره للصغيره. بالنسبه للفلفل الحار هو ما غاديش ندير ليه التصبير، ولكن غندير ليه الطرقاد اولا المخلل. نحاول هكا نتقبها غير بشويه هكا باش تدخل فيها الملحه ودخل فيها الخل. من الاحسن هكا ديروا قفازات لان الحار اللي كتقيسوه بيديكم راه كيكون حار. شويه ديال الحامض، ودائما داك الحامض ملي تقطعوا دوك طريفات ديال الحامض ركزوا على داك العظم ديالو ما يكونش، لان كيخلي لنا المروره في اي حاجه درناها. دائما العظم ديال الحامض نحيدوه، خصوصا كاع الا كان مقسوم بالموس، ضربناه بالموس فاش قطعنا داك الطريف هذاك هو اللي كيطلق المروره اكثر من القياس. درت تما ديروا تقريبا نص كاس ديال الخل، اي خل. الا ما عندكمش خل التفاح ديروا اي خل عندكم. حبوب ديال القزبور، معلقه كبيره ديال الملح لان كيبغي شويه د الملحه زايده، وزيت الزيتون. هنا غادي نكمل عليهم بالماء طايب، يكون طايب طلق السبوله، هو اللي كيرقدوا لينا في وقت اللي هو قصير بزاف، وكنستعملوه من يومين الاولى. صافي وغادي نسد عليه. انا هذا ما غاديش ندير لها عمليه تصبير، غادي نخليهم عندي غير في الثلاجه كيبقى مده طويله. صافي من بعد ما وجدت هاد الخضر كلهم كناخذ طنجره كبيره كندير فيها، الا كان القريعات ديالكم باردين كديروا ما بارد، كانت القريعات ديالكم فيها شي حاجه طايبه كديروا ما دافي ولا سخون. ودرت هذاك الثوب غير باش ما يبقاش يتحركوا القريعات ويتهرسوا بيناتهم. غادي نحاول واخا الا كانوا القريعات ديالكم مسدودين مزيان راه واخا يدوز عليهم الماء من الفوق وتسدوا عليهم كاع حتى في الكوكوط راه ما كيوقع لهم والو. انا هنا زدت واحد الخريقه قبيله في هذه البلاصه هذه حيت بقاو كيتحركوا كيديروا الحس. وكنخليوهم هاد الفلفلات هادو 20 دقيقه بالضبط، ما تخليوهاش اكثر من القياس لان كلشي طيب وغادي يزيدوا يطيبوا ويهراو لينا اكثر من القياس. والغلاقات كيف ما شفتوا راهم كلهم منفوخين الا هذه ديال الانوكس. انا غادي زعما غادي نقول لكم علاش في الاخير. هادو كلهم شوفوا الغلاقات راه منفوخين بحال بغات ترتق القرعه. كتحيدوها وهي سخونه وكتقلبوها في واحد التويب هكا، واحد المانطا ولا واحد ليزار ولا المهم واحد الثوب، وكتقلبوهم على وجههم. ها نتوما شفتوا كتضغطوا عليها. الا سمعتوا داك شفتوا الغلاقه مشات معكم ورجعت في الصبع ديالكم، هذيك راه منفسه. غير كلوها من الاول باش ما تخليوهاش تخسر. وإلا كانت الغلاقه مزيره وكتضغطوا عليها وكتلقاوها قاصحه، هذيك راها معقمه ومصبره مزيان وناجحه 100%. صافي كتقلبوهم على راسهم هكا. بقات هذيك ديال الانوكس البنات الغلاقه ديالها ما زويناش، مجرد كانت كطيب والغلاقه كتطلع كتفرق مع ديك الدوره اللي كانت فيها وريتها لكم قبيله ديال البلاستيك وتحلات. صافي هذيك غادي نحيدها. ها هي الغله ديالنا ما شاء الله. غادي نفتح معكم قريعات مصبرين وما بغاوش يتحلوا. ها نتوما باش تعرفوا ايضا ان المصبرات ديالكم ناجحين 100%، هو ملي كيبردوا القريعات كتسمعوا واحد الطق، يعني ديك الغلاقه كترجع للداخل وكدير واحد الصوت. صافي هذيك راه ما عمرها تخسر لكم. غير احترموا الطريقه ديال التعقيم ديال القريعات، والغلاقات ما يكونوش مصديين ويكونوا قياس القريعات، راه كتنجح معكم 100%. ها هي الفلفله الحلوه وغادي نفتح معكم هذه حتى هذه راه ما تحلات لي حتى ما كنبغيش ننفسهم بالموس من الجنب لان كيضيعوا لينا الغلاقات. ولكن درنا عليها تجارب كلنا ولدي ولا كلشي بقاو كيجربوا بحال باش تحلات لينا. وبالنسبه لهذه ديال زعلوك جربت 3 د القراعي كاملين ما بغاوش يتحلوا وصافي. ها نتوما شتي هادو راه ما بغاوش يتحلوا نهائيا
حتى هذيك الكبيره. صافي وانا تفكرت هذيك اللي كانت كما قلت لكم ما صدقاتش في التصبير، هي اللي حليتها، هي اللي الغلاقه ديالها اينوكس، اللي كاع راه غير بدات كطيب وطلعت الغلاقه بوحدها واحد الشويه عرفتها منفسه وحيدتها. ها هما المقبلات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. فليفله حلوه، المذاق ديالها كيكون فيها داك الزيت الزيتون. بغيتو تزيدوا فيها عريشات ديال الازير راه كتجي عاوتاني لذيذه بزاف. الزعتر اي اعشاب كنتو باغيين تزيدوهم قبل ملي كنا كنعمرهم في القريعات، ولا فليفلات حارين، ولا المهم كتزيدوا اللي بغيتو. انا وريتكم الطريقه ديال التصبير وانتم كتجربوها بالطريقه اللي بغيتو. نتمنى خواتاتي يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والعائله وتكونوا استفدتوا من الطريقه ديال التصبير وكيفاش تنجح معكم العمليه وتكون ناجحه. ما نضيعوش هكا الخضره ديالنا والمجهود والوقت والبوطه وكل شيء راه فيه حتى هو الخدمه، ولكن خصها تنجح معنا 100%. هاد القريعات هادو غادي نحطهم قدامي اسبوع ان شاء الله حتى نتاكد بانهم ما تنفسوش. عاد كندخلهم في بلاكار في مكان مظلم، ما يكونش سخون ما يكونش بارد، يعني في شي كوزينه هكا في بلاكار، ما يكونش حدا الفران، ما يكونش في شي بلاصه كطيبوا فيها يوميا يوميا، يعني ما تكونش كتبدل ليه الحراره ديالو. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء.